السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله جاية لكم بيوم جديد وفيديو جديد. وقبل ما أعمل أي حاجة برحب بعيلتي الجميلة وكل إخواتي والناس اللي بحبهم واللي بيحبوني. وجودكم دايما على راسي ومشرفيني. أنا رشا ودي قناتي. النهاردة إن شاء الله هنعمل معاكم الحواوشي اللحمة بالعيش البلدي بتكة جميلة جدا جدا، هتضاعف الكمية وحاجه في منتهى الجمال. بصوا عامل ازاي منظره، بسم الله ما شاء الله، جميل جدا جدا جدا. هعمل لكم بقى ايه الوصفه وبكميه مضاعفه، هتشوفوا معايا بالخطوه. بس اهم حاجه حطوا لي اللايكات عشان انتم مقصرين معايا قوي في اللايكات، ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد وكومنتاتكم الجميله. يلا بينا نشوف الوصفه مع بعض. مقادير بقى الحواوشي اللي انتوا شفتوه الجميل دوت، مقاديره معايا نص لحمه مفرومه، لازم يكون فيها نسبه من الدهون كده، اهم حاجه يكون فيها نسبه من الدهون. معايا 4 بصلات متوسطين بمقام نص كيلو قد اللحمه المفرومه بالظبط. معايا 3 قرون فلفل بارد على حراق مخرطاه مكعبات زي ما انتوا شايفين كده اهو. ومعايا طماطم وشايله القلب بتاعها، دي طماطمايه كبيره وواحده متوسطه، يعني طماطمتين، قولوا طماطمتين متوسطين، وخرطوهم وشيلوا القلب بتاعها اللي فيه الميه ده خالص. معايا حزمتين بقدونس ومخرطاه وغسلها غسله حلوه زي الفل. بهاراتنا بقى النهارده بهارات الحواوشي: فلفل اسمر، بابريكا، ملح، توم باودر. لازم تحطي توم باودر، لو ما حطيتيش توم باودر ما عندكيش يبقى تحطي توم فريش فصين 3 كده. تمام. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف وصفتنا كده بقى. هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا وصفتنا. هنحط ده معايا نص كيلو 500 جرام من اللحمه المفرومه، ومعايا بصل انا مصفيه ميته خالص، يعني بصوا ما فيهوش ريحه الميه، مصفيه الميه بتاعت البصل خالص عشان ما يبهدلش العيش اهو. تمام. ومعايا الفلفل انا مخرطاه طبعا مكعبات اهو حراق. طبعا السبايسي الحراق ده يعني حسب ذوقك بقى، انت عايزه تحطي مش عايزه تحطي برده براحتك، دي ترجع لحسب ذوق ايه كل واحد. معايا طماطمتين مكعبات وبرده مصفيه ميتهم وما فيهمش اصلا ميه لان واخده القلب منهم اهو. والبقدونس بتاعنا اللي انا مخرطاه، انا عايزه لكم الكميه اتضاعفت معانا، يعني بصوا الكميه هتشوفوها عامله ازاي. من نص كيلو تقدري تعملي كيلو ونص مفروم، كيلو ونص. النهارده بقى المكون الجميل اللي هيخلي الحواوشي بتاعنا عسل كده وجميل وجميل، وهيكتر الكميه وهيمسكه كده وحلو جدا، هو ايه؟ البطاطس. هتقولي لي طعم البطاطس هيظهر؟ استحاله، انا مجرباه قبل كده وعاملاه 3 4 مرات. البطاطس مش هتبان خالص. اولا انا سلقاها نص سلقه، يعني لو انت بتسلقيها 20 دقيقه اسلقيها 10 دقايق، نص سلقه. وهنشوف هنعمل مع بعض ايه في البطاطس دلوقتي. هنجيب البطاطس بقى وهنبشرها كده. انا زي ما قلت لكم انا سلقاها نص سلقه اهي. بصوا شايفين انا بشرتها اهي. بصوا انا بقى بشرتها زي ما قلت لكم، دول بطاطستين بمقام مج الشاي، يعني ممكن تعيريها كمان هتلاقيها قد مج الشاي بالظبط، ومش هيبان وهيمسك الوصفه بتاعتنا، هيمسك اللحمه وهيخلي الطعم اقسم بالله هيوديه في حته تانية. وهنحط بقى بهاراتنا، طبعا الملح حسب رغبتك بقى انت. اما حاجه لو مفيش توم باودر هتحطي ايه بقى 3 فصوص توم فريش، برضو التوم بيودي الطعم في حته تانية. هنمسك ايه بقى المقادير بتاعتنا دي كلها وتمسكيها بقى ايه، تعجنيها عجنه محترمه، وانا عايزه اقول لك ان الكميه اقسم بالله بقت قد كيلو ونص لحم. انت عامله نص انا عامله نص مفروم بس هتلاقيه قد كيلو ونص. بصوا انا عايزه اقول لكم بس بصوا المنظر، واقسم بالله ولا الريحه في منتهى الجمال. وحواوشي بالعيش البلدي كده حاجه في منتهى الجمال والعسل، ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. انا دلوقتي هسيبها تريح في التلاجة نص ساعه، هسيبها تريح وهكورها برده هنشوفها مع بعض.
بصوا بقى شايفين اهو معايا، عملوا معايا بتاع 13 رغيف يعني، بسم الله ما شاء الله. كميه جميله من نص كيلو مفروم، عملتي كميه ضعفتي الكميه. بصوا جميله قد ايه اهي. هنحطها بقى ايه، طبعا حطيتها في التلاجة تستريح، بعد برضو كورتها هسيبها برضو في التلاجة 10 دقايق كده، وهنبدأ نشوفها مع بعض. سبتها بقى ايه، كور اللحمة دي سبتها تريح في التلاجة 10 دقايق، وجبت العيش ده بتشتروه من الفرن اهو، بتفتحيه الفتحة دي. هنعمل ايه بقى دلوقتي، هنجيب بقى الرغيف كده، وهنمسك كورة كده من اللحمة ده، وتقعدي ايه، شايفين انا بعمل ايه اهو. بصوا شايفين عامل ازاي اهو، ما شاء الله لغايه الحروف من جوه انا عاملاه. معايا بقى دلوقتي جبنه تركي او رومي، شوفوا زي ما انتوا بتقولوا، مبشوره. عندك موتزاريلا حطي، عندك جبنه شيدر حطي، اي حاجه. انا عندي جبنه تركي، مش لازم المطه بس هي بتدي الطعم اهو. شايفين انا بعمل ايه، بصوا اهو، شايفين عامل ازاي اهو، ما شاء الله حاجه كده جميله. طبعا هنعمل واحد تاني معاكم بعد كده اخلص الكميه انا بقى كلها، بس انا هنعمل واحد كمان معاكم تشوفوا ايه عامل ازاي. بصوا شايفين ما شاء الله حاجه كده، بسم الله ما شاء الله جميل جدا. وهنحط بقى ايه الجبنه الرومي او التركي المبشوره اهي. عندك زي ما قلت لك، عندك الموتزاريلا بتدي كمان مطه جميله جدا، عندك زيتون اخضر حطي. انا اكتفيت بكده عشان ما يبقاش حادق قوي، عشان اصلا التركي حادقه اهي. شايفين الجمال ما شاء الله جميل جدا. انا هخلص بقى الكميه وارجع لكم تاني. بصوا عمل معايا كميه ما شاء الله، وانا عايزه اوريكم. بصوا جميل 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 جدا، بصوا عامل ازاي. هنعمل ايه بقى دلوقتي، هنمسك رغيف رغيف وهندهنه بايه، بحبه زيت كده، شايفين اهو. هندهن الوش التاني زيت اهو. وانا بقى عايزه اقول لكم حاجه، انا جربت في الفرن وجربت على الطاسه من فوق، الطاسه اطعم بكتير جدا من الفرن. انا بقول لكم الحقيقه، مرمش من بره وطري من جوه، حاجه جميله جدا. انا دلوقتي هحطه على الطاسه وهنشوفه مع بعض. بصوا بقى اهو، شايفين لونه جميل جميل، بصوا عامل ازاي اهو، جميل جدا 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 اهو. انا لسه على الناحيه التانيه، واهم حاجه تكون العين متوسطه وهاديه علشان اللحمه تستوي كويس تمام اهو. بصوا شايفين، انا بقى بكمل سوا برده وهرجع لكم تاني. انا عايزه لكم السوا سهل جدا يعني، انا قلت لكم ان البوتاجاز على الطاسه احلى بكتير جدا، انا جربت الاتنين تمام. بصوا بقى السوا عامل ازاي، بصوا الجمال ما شاء الله، حاجه جميله جميله جميله. بصوا عامل ازاي، زي ما قلت لكم الجبنه التركي او الرومي ما بتمطش، عايزين تحطوا موتزاريلا بقى حطوا. بصوا عامله ازاي، حاجه بسم الله ما شاء الله جميل. بصوا عامل ازاي، انا بس مش عارفه افتح عشان سخن ما شاء الله. وطبعا دي الكميه، طبعا انا لسه بسوي فيه. انا قلت عشان اصور معاكم ايه رايكم، جميل جدا جدا. بس اهم حاجه تحطوا لي لايك عشان انتم مقصرين معايا قوي في اللايكات، ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على خير، باي باي.